السلام عليكم، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما انتم شايفين كده الوصفة اللي معايا عبارة عن الكوكيز. يلا بقى عشان نعمله بطريقة سهلة وبسيطة ولونه يطلع زي ما انتم شفتوه كده. انا معايا كوبايتين ونص من الدقيق، شايفين؟ وبيضتين. هننزل بالمقادير كلها مع بعض واحدة واحدة. وهنحط الاول سنة فانيليا على البيضتين. ومعايا كوباية سكر بودرة، كوباية كاملة. ومعايا كوباية الا ربع من الزيت. كده بقى ماشيين مع بعض خطوة خطوة كده. هقلبهم مع بعض كويس، الزيت مع السكر مع البيض مع الفانيليا. كده زي ما انتم شايفين احلى كوكيز واحلى سرعة. زي ما انتم شايفين كده هنزل بالدقيق كله على بعضيه بالشكل ده كده، كوبايتين ونص من الدقيق. ذرة ملح، نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. وهقلبه كله كده بالمضرب، وهروح جايبة معلقة واقلبه كويس. وماشيين مع بعض اهو خطوة خطوة كده. هقلب كده عشان اطلع اللون اللي انتوا شفتوه في الاول. هجيب بقى ايه؟ معلقة صغيرة من الكاكاو الخام، معلقة صغيرة خالص، عشان ولا يبقى فاتح ولا يبقى غامق قوي زي ما انتوا شفتوه كده. وكده بصوا هلف بقى العجينة دي بايديا، هشيل المعلقة والفها بايديا، وشوفوا بقى العجينة بقت عاملة معايا ازاي. بصوا هي ملزقة شوية بس مش بتلزق في ايدينا، بالشكل ده كده. وانا عندي بقى الشوكولاتة الشيبس بالشكل ده كده. هاخد كرة كده صغيرة، عايزاها كبيرة شوية عايزاها صغيرة شوية. زي ما انت شايفة كده بعملها على ايديا واحطها في الشوكولاتة كده، اللي هي الشيبس، احطها في الصينية. وكده بقى الكوكيز بتاعنا ما خدش مننا وقت وسريع بالشكل ده كده على طول. احطه في الفرن وشوفوا بقى احلى كوكيز هيطلع معاكم بطريقة سهلة وبسيطة. شايفين؟ خطوات سهلة وبسيطة واحلى طبق وبسرعة زي ما انتم شايفين كده. وهبدأ بص هجيب الصينية بالشكل ده كده وهضغط عليها ضغطة بسيطة كده، كده بالشكل ده كده، واكمل بقى بقية الكمية معاكم. وكده يبقى عملنا احلى طبق من الكوكيز. وكده لو عجبكم الفيديو حطوا لي لايك ومتابعة، وقولوا لي انتوا بتتابعوني من اي مكان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.